احنا معليش ما تحبناش. ما اكرهك بس والله ما أكرهك. سامحني نكمل لك برك اسف. بس الانسان يكون راجل برك، حتى في الخصومه يكون راجل الانسان، ما يمررش مغالطات. انت توصلت انه وصفتنا بجمهوريه ام حسن ومررناها لك، وانت انت توصلت انك حسبت روحك باللي اكثر من الدوله واكثر من الشعب. يا اخي شوف صراحة انسان يكون طيب انسان يكون متواضع شويه. طيب اهدأ سد المايك، خليني اقول لك كلمتين. والله خليني اقول لك كلمتين بالنسبه للكراهيه. والله ما اكرهكم ابدا. هذا التسميات هي في اطار المماحكه، يعني لما جزائري يستفزني لازم استفزك، عندما واحد يسب امي لازم انا اقرصك، عندما انتم تعملوا بعدين هذه والله مو انا، هذا المغاربه اللي يسموكم ام حسن مو انا. صحيح ان الامور مرت من عندي في منصتي، لكن التسميه لست انا صاحبها للامانه. والكراهيه والله ما في قلبي عليكم مثقال ذره، بالعكس، ما لو انا اكرهك ما طلعك اصلا، والله ما طلعك ولا خليك حتى تتكلم ولا كلمه واحده. هذا بالنسبه للكراهيه. ابعد من راسك انني اكرهكم وانني مستهدفكم ابدا. حتى المغاربه يشهدون بذلك، انه انا شوف انتم الان جزائريين، هذا معالم الجزائر جزائري وانت جزائري وفي واحد مغربي. شوف الاغلبيه لكم داخل اللايف، ومع هذا ما زلنا عندكم سيئين. خليكم اذكياء، استخدموا الوضع، استغلوا الفرص، يعني كونوا استغلوا الفرص ولا تتصادموا. مشكلتكم صداميين. انتم تحسنوا صناعه الاعداء انتم كجزائريين للاسف والله العظيم، وهذه اقولها لكم كلكم. اكسبوا قلوب الناس، اكسبوا المتداخلين باخلاقكم بادبكم. يعني انت مؤدب للامانه، ومعالم هذا مؤدب، اللي بيمروا الان مؤخرين مؤدبين، وضوء القمر مؤدبه، واللي مروا من الان على مدى 10 ايام كلكم رائعين. لكن اول اعوذ بالله والله كانوا يطلعوا جزائريين في منتهى القبح يا صاحبي. يعني ماذا نقول فين، ويرجع يقول لك انا جدي شهيد، وانا اقول له يا اخي لا تشوه الشهداء، الله يرحم لك الوالدين، خلي جدك وابوك اللي يربوك انت وما عرفوا يربوك. اما ترمي بلاويك وسفاهتك وقذارتك على شهيد، هذا الكلام ما نرضاه. طيب خذ دورك يا اخي عشان نمرر الدور. طارق معالم، تفضل يا معالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. سامحني يا أخي. أنا قاعد الآن أدور لكم التقرير الجزائري الذي اكتشف أن الرياضة المغربية نشأت من الحشيش والهروين. ما لقيته، ما أدري وين راح. يا أسعد باش تعرف أن رانا أول فريق في شمال إفريقيا يا أسعد. أول فريق. ايش هو الفريق؟ اول نادي هو شباب قسنطينه. يا المراركه مازالوا ما يعرفوش اصلا البانو هذه كيف راهي مذكوره. اول فريق تاسس. اول فريق هو شباب قسنطينه. اسعد يسمينا المغاربه حتى لو نسميه الكراغيله. لا فكنا من هذه دخلت في الحديث يا اسعد. نقول لك على الاخوان يباركوا ماذا تريد ان الاسلاميين. اسمنا المغاربه. لو قال ما سماكم، ايش سماكم؟ المراري مروك. والله انا الاسم هذا يعني نعرفه من مروك، ما نعرفش انا نعرفكم تحنوا كراغيله. يا معالم معليش قولها من المغاربه، معليش قولها من المغاربه. خليه يسكت. قول لهم مغاربه. يا ولد العاصمه اعتذر يا مغربي، اعتذر. لانه يا اسد هو في باله يوجعنا كي يقول لك كراغيله. ايوه نفتخر. هو في باله يوجعنا كي يقول كراغيله. والله ما يوجعني، انا اخترقش اسمي مدون باحرف من ذهب. اسمع يا معالم، دقيقه برك نجاوبوا، دقيقه برك يا معالم. تفضل اخي تفضل. اسمع احنا نقدروا نقولوا عليك مسناقله، نقدروا يا اخي، واحد ما يحكم فينا يا اخي هكا وتولي وحده بوحده يا عادي. انتم تعايرونا بالخلافه العثمانيه، ومع انه انتم كنتوا تحت الخلافه العباسيه والامويه اللي فتحت شمال افريقيا واللي يحكم فيها موسى بن ناصر كامل، ومع هذا ما سبحان الله عمركم ما تلفتوا لهذاك التاريخ وتنسبوه دائما ليكم. الدوله الموحديه كانت تحت الخلافة العباسية، والدولة المارينية كانت تحت الخلافة العباسية، ومع هذا دائما تقولوا باللي احنا واحنا واحنا.
تواضعوا شويه، تواضعوا خير من نروحوا لكم الجهه واحده اخرى يا اخي، تواضعوا. شكرا طارق. لا، ماناش نكلموا الاخوانيين، فكنا من المواضيع هذيك. نحن نعرف تاريخنا، والجزائر كتبت من احرف من ذهب. نتكلم لك اخي اسعد برك. انا تعجبني الثقه عندك يا معلم، عندك والله انا في كل ثقه لاني يا اسعد. وفرق بين واحد كتب بالتاريخ وفرق بين واحد اكتسب، يعني شغل جاء انسان وكتب له تاريخه، فهمتيني؟ فرق والله نورمالمون ما تكومباراوش اصلا، ما تكومباراش. اوكي اسعد، دقيقه نفهمك في تاع الاخوان هنا في الجزائر يا اسعد. قبل الجبهه الاسلاميه، دقيقه برك، هذه الموضوع هذا برك تاكش مهم جدا. يا اخي، قبل الجبهه الاسلاميه وقبل الانتخابات كانت واحد الامر في الجزائر، يدفعوا بالشباب الجزائري، حملوهم ويروحوا يحاربوا في افغانستان. فهمتني؟ لا يا اسعد، كانت حرب في افغانستان، حرب في افغانستان. كانوا يهزوا في الشباب الجزائري اللي يحب يروح يجاهد في افغانستان، يروح يهزوهم في لي كاميون ويديهم يحاربوا في افغانستان. ابو جرة السلطان يحكي له ابو جرة السلطان. ايوه طارق ما تحلبوش ياسر، لا اعطي له قده برك. بارك الله فيك يا طارق. فهمتني يا اسعد؟ لا ما فهمتك يا اسعد. شباب جزائريين كانوا يروحوا يحاربوا في افغانستان، يحملوه. ايوه بحكي له هذيك الحق، بحكي له موجنا يمنيين عندنا في كل مكان، ليس انتم فقط. لا ما كانش مهم، ما كانش في المغرب وصاي. اوكي، كي رجعوا هذوك، كي رجعوا جابوا معاهم المذهب، جابوا معاهم العنف. عليكم. فهمتيني؟ جابوا معاهم حمل السلاح، وجابوا معاهم كما كان يقول لك طارق انه صايح، احنا فزنا الجزائر تاعنا. فهمتيني؟ يعني كيما نقول لك، يعني النص